السلام عليكم، مرحبا بكم. جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم ان شاء الله مع عبدو راح نوري لكم طريقتي في تحضير بورك تاع الدجاج. صدقوني هاد الوصفه راح تجيكم بزاف بنينه، من اروع ما يكون. الو ما نطولش عليكم، نمر مباشره لطريقه التحضير. اذا نبداو على بركه الله. عندي هنايا كميه تاع البولي عاشي، يعني صديبون نتوما والافراد العائله تاعكم. عندي هنايا حبه بصله تكون مقطعه بهذا الشكل، وعندي هنايا كميه تاع معدنوس، 3 سنينات نتاع الثوم، حبه بيض، وعندي هنايا ملح، فلفل كحل، وشويه تاع كمون. وعندي هنايا البربر اللي جامي نستغنى عليه. الوغ ناخذ هنايا مقله، ندير عليها شويه تاع الزيت، ونضيف كميه تاع البولي عاشي. يعني نبدا نفتحها هكذا بالمغرف، يعني حتى طيب لي هكا شويه نص طياب. فوالا كيما راكم تشوفوا. دوكا واش راح ندير؟ شوفوا هنا، يعني بعد ما طابت نص طياب راح نضيف عليها 3 سنينات نتاع الثوم. وبيان سور احب بصله تكون مقطعه بهذا الشكل، يعني هنا البصل باش يعطينا البنه والقرمشه. دوكا راح ندير هنايا كميه تاع الملح وشويه فلفل كحل، وهنايا بلا ما نساو الكمون، ونزيد عليها كميه تاع معدنوس. دوكا راح نخلط كلش كيما راكم تشوفوا هكذا، ونزيد عليها حبيبه تاع البيض. يعني نبقى نخلط حتى يطيب لي شويه هذاك البيض. من بعد تيك نجو دوكا نفرغوا على الريسيبيون تاعنا. وهنايا راح نجيبو يعني الفرomاج بربر، يعني اللي جامي نستغنى عليه كيما قلت لكم. يعني ندير كميه مليحه بيسك يعني الخليط تاعنا راهو سخون، دونك راح يذوب لنا فاسيلمون. وبالنسبه للديول نحب نستعمل يعني هاد لا مارك تاع بوراكه. ودوكا راح نبدا نحل وحده، نحلها هذاك البابي، ونبدا نحط لافاكس. دونك هنا سي با لابين يعني نزيدو ندير لها فرomاج بيسك راهي معمره بالفرomاج، ونبدا نرولي فيها بهاد لا فاصون. دوك راح نزيد لكم دوزيام، يعني لازم نضغطوا عليها مليح مليح. دونك شوفوا هنايا بعد ما روليتهم دوك راح نغلفهم بالبابي فيلم ونخليهم يعني كي يقعد لنا 15 مينوت هكذاك للاذان راح نبداو نقلي فيهم. دونك شوفوا هنايا بديت نقلي فيهم، نخليهم حتى ياخذوا لنا تحميره هكذا شابه. من بعد تيك نجو ندوروهم للجهه الثانيه. دونك هاوليك البورك تاعنا لينا اليوم، بورك بالبولي هاشي. صدقوني جا فريمون بنين. شوفوا يعني راح نقسم لكم وحده باش تشوفوها يعني كيفاش جات من الداخل. فريمون جات توب، والحشو تاعها يعني جا من اروع ما يكون. اذا لحقنا لنهايه الفيديو، ما بقى غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، مع السلامه.